السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا اقول لكم على طريقة جميلة جدا هتعجبكم ان شاء الله تعملوها في البيت بدل ما تنزلوا عند الكوافير وتتعبوا نفسكم بمكونين اتنين بس او تلاتة لو عايزة تعملي بيهم. تعالوا نشوف ايه هي. هنعمل حنة ضوافر سودا جدا وشكلها تحفة، وبجد المكونات بتاعتنا مش هتكلف معاكم 10 جنيه او ممكن اقل كمان. معانا كده حجر اسود، ده بتجيبيه من عند العطار، بتقول له عايزه كده حجر اسود، ممكن تجيبي مثلا ب5 جنيه، بيبقى هاتيه بس اهم حاجه مبشور عشان تعرفي تستعمليه. ومعانا كده اكسجين 20 أو 30 المتاح عندك. ومعانا كده حنة، عايزة الحنة عايزاها مش عايزة ممكن تستغني عنها، ممكن نستعمل بس الحجر الأسود والأكسجين. بس أنا بحب الحنة مع المكونات بتاعتي ديت عشان خاطر لما بتيجي تروح الحنة من ضوافري بتبقى عاملة كده لون بني جميل جدا. لو ما استخدمتيش الحنة، اللون بتاع الحجر الأسود هو بس اللي بيبقى في صوابعك، بتبقى شكلها جميل جدا في الإيد، بتبقى تحفة بجد. تعالوا بقى نشوف ايه هنخلط ايه على ايه ونعمل ايه. معانا كده اي فرشة مونيكير عندك مش بتستعمليها هتجيبيها معاكي عشان خاطر دي هتسهل معاكي كتير جدا. اول حاجة معانا كده بصوا الربع معلقة من الحجر الاسود ده هتعمل معانا كمية كبيرة جدا وجميلة جدا. عايزة اقول لكم بجد الطريقة دي سهلة جدا وهتعجبكم بإذن الله. ومعانا كده الحنة ربع برضو معلقة من الحنة. عايزة الحنة قلتلك تحطيها حطيها، مش عايزاها ممكن تستغني عنها، مفيش أي مشكلة خالص. أنا حطيت كده يبقى ربع معلقة من الحجر الأسود وربع معلقة من الحنة. وحاجة أحط برضو الأكسجين، ربع معلقة من الأكسجين. الأكسجين المتاح عندك 20 أو 30. هضيف أنا كده أهو الأكسجين بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاحط برضه ربع معلقة، أنا عشان خاطر باعمل على طول فعارفة المقادير، يعني باعملها على طول من غير معلقة ولا أي حاجة خالص. حاولي بس ما تزوديش معاكي الأكسجين عشان خاطر ما يحرقكيش، وفي نفس الوقت ما العجينة ما تبقى متماسكة معاكي وحلوة. هنخلط بقى المكونات بتاعتنا الجميلة دي، الأكسجين مع الحنة مع الحجر الأسود. هنعملها كده عجينة نخلطها بس كويس، أهم حاجة عشان ندخل الحاجة بتاعتنا كلها مع بعض. انا كده بقلبها كويس زي ما انتوا شايفين، وقلت لكم ممكن تستغنوا عن الحنة خالص، تبقى الحجر الاسود والاكسجين بس، وهتدي برضو اللون اللي انتي بتحبيه الاسود. انا كده اهو قلبتها كويس جدا، وعايزه اقول لكم الحبه دول هيعملوا معايا هيتبقى كمان. يعني بصوا الكميه الصغيره دي هيتبقى كمان، هعمل بيها ايديا ورجليا وهيتبقى كمان من الحنه ديت. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ كده. عايزة اقول لكم لو طلع اي زيادة مفيش مشكلة خالص، هوريكم ازاي ان احنا هنعالج اللي هيطلع الزيادة. بس حاولي برضو ان انت ايه يعني ما تبوظيش الدنيا قوي، تبقي واحدة واحدة كده وتعملي بالراحة. عايزة اقول لكم بصوا هو بيطلع في الايد اصلا. طبعا انا مش هعرف البس جوانتي عشان خاطر انا هعمل في ايديا التانية برضو. وبس مفيش مشكلة برضو لو طلع فيه اي زيادة في ايديا، انا هوريكم ان انا هعالجه ازاي. بصوا شكله ازاي جميل جدا، ازاي ما شاء الله. هعمل كده بقى بقيت صوابعي كلها. عايزة اقول لكم انا بحب الحنة جدا، بتبقى لونها في الصوابع بجد رهيبة ما شاء الله. طبعا زهقتي من المونيكير وعايزة عشان خاطر برضو بتصلي وكده، فممكن ايه تستغني عن المونيكير خالص وتستخدمي الحنة. بجد بتبقى جميلة جدا. وعايزة اقول لكم الطريقة دي عايزة بتقعد معاكم كمية كبيرة، يعني مش بتقعد معاكم مثلا شهر ولا شهرين، لا ممكن تقعد معاكم حبة حلوين. انا كده خلصت اول ايد اهي معاكم، هبتدي بقى في الايد التانية، وبرضو واحدة واحدة كده، ومفيش اي مشكلة برضو لو طلع زيادة. بصوا عايزة اقول لكم لونها بجد رهيبة جدا، اللي بيحب الحنة يعني هيدعيلي والله. انا عايزة اقول لكم انا بعشق الحنة من كتر حبي فيها، عرفت كل خطواتها وعرفت ازاي ان انا ارسم. وان شاء الله برضو هعمل لكم فيديو كده باذن الله ازاي برضو نرسم كده الايد واحدة واحدة.
وبتبقى جميلة جدا والله وسهلة جدا وبسيطة. انا كده بعمل اهو صوابعي، بصوا بقول لكم طلع فيه زيادة اهو، ما تخافوش من اي حاجة، كل ده هيطلع وهوريكم هيطلع ازاي برضو. هنا بنعمل بقى اخر صباع معانا كده، انا بقول لكم كده خلصت اهو خلاص. وكده انا بقول لكم ان الحنه بصوا اللون بتاعها ابتدى يتغير، معنى ان اللون ابتدى يتغير يعني ان هي كده بتنشف خلاص معانا. بصوا اللون ده كده اهو ان هو اتغير معانا، غير اللون اللي هو في الصباع التاني ده. بصوا كده اهو، معنى ان هو اتغير اللون بتاعه اتطفى خالص كده زي ما بوريكم، يبقى هو كده خلاص خلص معانا اهو. شايفين كده اتطفى خالص كده خلص معانا. وبصوا ايديا اتبهدلت ازاي، اتبهدلت خالص بس برضو هوريكم ازاي هنشيل كل ده. هنخش بقى يلا بينا نغسل ايدينا وهنشوف هتعمل ازاي، وما تخافوش هقول لكم ازاي بيطلع كل ده. كده بقى غسلنا ايدينا الحلوين، وبصوا بقى ما شكلها عامله ازاي ما شاء الله، واللون بيلمع جدا. بصوا اللون الاسود جميل جدا. عايزه اللون يلمع اكتر من كده تجيبي حته قطنه فيها خل وتمسحي بيها كده صوابعك، بتبقى تحفه. بس انا مش بحبها لان كده كده اصلا بصوا الحنه شكلها تحفه لوحدها. ازاي بقى طلعنا الحنة من الايد؟ بتجيبي نص ليمونة كده وبتمسحي بيها ايديكي، بعد طبعا ما بتغسليها تحت المية، بتجيبي كده الليمونة وتمسحي بيها ايديكي وبيطلع اي حنة زيادة من ايديكي. وبصي بتبقى، بصوا شكلها تحفة ازاي بجد، وبتلمع وجميلة جدا. وعايزة اقول لكم بقى بتقعد معاكم مدة طويلة بجد. جربوها وقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم. بصوا شكلها حلوة ازاي. واهم حاجة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. نص ليمونة زي ما قلت لكم كده وبتمسحوا بيها ايديكم بس، ما بتعملوش اكتر من كده. بصوا انا هنا بقى عجباني ايديا قوي لان انا بحب الحنة جدا.